باغي تولي سائق شاحنة في أمريكا، هادشي اللي خاصك تعرف قبل ما تبدا. واو. إلا كنتي كتفكر تولي سائق شاحنة في أمريكا، خاصك تعرف باللي هاد المهنة ماشي غير تسوق وتوقف، راه عالم كامل فيه مسؤولية كبيرة. القانون والسلامة ديال الناس اللي في الطريق كلها خصك تكون راد بالك. أول حاجة الرخصة التجارية CDL. باش تولي سائق قانوني خاصك دوز واحد الامتحان نظري وعملي، وتكون صحيح وسليم في الجسم ديالك. في 2025 الفحص الطبي ما بقاش ورقة كتشدها معك، الطبيب المعتمد كيرسل نتائج مباشرة للنظام الإلكتروني نيشان. يعني خاصك دائما تتابع وصالح في الصحة ديالك، وإلا النظام يقدر يوقف لك الرخصة مؤقتا. واحد السائق سميتو كريم كيحكي ليا منين مشيت يجدد الرخصة ديالي لقيت كلشي إلكتروني. في الأول تخوفت، ولكن من بعد فهمت أن هذا النظام كيسهل الخدمة ويحمي الناس ويحمي السائقين. كاين قوانين ديال السلامة جديدة للشاحنات الثقيلة، خاصها تولي مجهزة بالأنظمة الفرامل والأوتوماتيكية، باش إلا وقع لا قدر الله واحد الخطر في الطريق الشاحنة تتوقف بوحدها بلا تدخل منك. وزايد عليها المراقبة الصارمة على الساعات الخدمة والراحة، يعني إلا بغيتي تسوق بلا ما توقف النظام غادي يلقطلك ويتحاسب معك. هاد المهنة ماشي سهلة، ولكن كتجيب معاها فرص كبيرة، الراتب مزيان خصوصا المسافات طويلة. فرصة العمل متوفرة، أمريكا ديما محتاجة السائقين الشاحنات، والتدريب مستمر وتطوير المهارات في القيادة والسلامة. واحد آخر سميتو سامي قال لي كنت كنسابق مع الوقت، كيتسابق مع الوقت ونسى الساعات الراحة، حتى واحد النهار وقعت لي واحد الحادثة صغيرة، من تما ولات عنده عادات جديدة وليت مرتاح في الشغل ديالي. والنصائح اللي أي واحد باغي يدخل لهاد المهنة: يتعلم الإنجليزية، اللغة الإنجليزية مزيانة باش تفهم اللافتات والتعليمات. تابع الحالة الصحية ديالك وحافظ على الفحص الطبي الدوري. احترم الساعات الخدمة والراحة، تعلم كيفاش تتعامل مع الشاحنات الحديثة والأنظمة السلامة الجديدة. كن صبور ومسؤول وحاسم، لأن الطريق ماشي لعب حياة الناس على كتافك. هاد المهنة ماشي سهلة، ولكن اللي يصبر يتعلم ويتبع القوانين راه المستقبل ديالها مضمون بإذن الله. واللي مستعد للتحدي راه غادي يكتشف عالم كامل من المغامرات في الطريق الأمريكية. إذا السؤال ليك دابا: واش مستعد تولي سائق شاحنة محترف مسؤول ومواكب للقوانين، ولا غادي تبقى غير كتشوف الطريق من بعيد؟